بص، تعجبني كل حاجة في النادي الأهلي إلا حاجة واحدة: تخليص صفقة المهاجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة في الملعب. انا مصطفى غازي. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن تفاصيل مهاجم النادي الاهلي الجديدة ومغالاة نادي جايس في طلباته للاستغناء عن ابراهيم دياباتيه. هنتكلم عن سر تجديد اليو ديانج للنادي الاهلي، عقد يوسف بالعمري، وطبعا انجاز كبير لمنتخب الاردن لبلوغه نهائي كاس العرب للمره الاولى في تاريخه. في حلقه النهارده مش عايزك تفوت منها اي حاجه. لو لسه جديد في القناه تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمنا بلايك. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلي موضوع المهاجم على جنب، خلينا اكلمك في سر تجديد اليو ديانج. بصوا يا جماعه، انتشرت على المواقع ان اليو ديانج خلاص جدد بالفعل للنادي الاهلي 3 سنوات، ولكن الحقيقه ان اليو ديانج لسه ما جددش، لسه ما تمش التوقيع على العقد الجديد. حصل اتفاق، ايوه حصل اتفاق. طب ايه سر الاتفاق؟ السر في الاتفاق عزيزي ان مستر ياسين منصور دخل في الصفقة. ازاي؟ هفهمك. اليو ديانج النادي الاهلي كان عارض عليه اخر حاجة 1,300,000 دولار، ولكن اليو ديانج خلاص اتكل على الله، راح مالي علشان خاطر يشارك معاهم في كاس افريقيا، ولكن ما توصلش لاتفاق مع النادي الاهلي لانه رفض 1,300,000 دولار. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اليو ديانج جاله عرض مغري من بيراميدز 9 مليون دولار في 3 سنوات. عند توقيع العقد 3 مليون دولار وال6 مليون دولار على مدار ال3 سنوات، يعني ربحانه. ولكن اليو ديانج يعني خلاص شخص نفسه واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي طلب من بيراميدز 4 مليون دولار. الله يجازيك بالخير يا ربنا يجازيك خير يا ابني والله. يعني عارف انت ما قال لك لا يا باشا 3 مليون ايه وبتاع ده، انا جاي لك فري وجاي لك من النادي الاهلي وهكون معاك والنادي الاهلي شايفنا 24 ساعه، مش هتاكلها كده بالساهل. يعني 4 مليون دولار عشان طبعا مسؤولين نادي بيراميدز يعني زمزقوا شويه من الصفقه. ولكن مستر ياسين منصور دخل في الصفقه، النادي الاهلي رفع العرض بتاعه ل1,500,000 دولار، والكلام ده حصل مع ديانج. يعني مسؤولين نادي الاهلي تواصلوا مع ديانج ووكيله ابراهيم كمارة علشان يبلغوه بالديل الجديد. السر بقى بتاع مستر ياسين منصور ايه هو؟ ان مستر ياسين منصور هيخش هو كمان ب500,000 دولار علشان يتقاضى اليو ديانج في الموسم 2 مليون دولار، ولكن نادي الاهلي وشركه الكوره هيتحملوا 1,500,000 دولار فقط، وال500 الباقيين مستر ياسين منصور هو اللي هيتحملهم علشان اليو ديانج يعني خلاص وافق بنسبة 99% ان هو يمضي على الكلام الجديد ده. ولكن عنده شرط بسيط قد كده. ايه هو الشرط البسيط؟ ان الكلام ده يتقال في العقد. بمعنى باشا ان انا ماليش علاقة مستر ياسين منصور بقى يجيب لي اعلان ما يجيبليش اعلان، 500,000 دولار 600,000 دولار زي ما هيديني، ولكن انت هتديني 2 مليون دولار تمضي لي الكلام ده في العقد وتكتبه لي في العقد. اضمن حق النادي الاهلي يا ابني. يا ابني انت عمرك شفت حاجه من النادي الاهلي؟ يا حبيبي انت بتتعامل مع اداره النادي الاهلي، يعني بص تقريبا انجح منظومه في البلد، فاهم حاجه؟ يعني انت بتتكلم انجح منظومه رياضيه في البلد. النادي الاهلي عمره ما كان عليك جنيه، عمره ما اخر. ده انت كل اول شهر تلاقي حسابك دين تم ايداع الراتب، ولكن حقه مفيش اي مشكله. النادي الاهلي يا باشا ما عندوش اي مشكله في القصه دي وما عندوش اي مشكله في الكلام ده كله. الراجل برضه عايز يضمن حقه، علشان خاطر تم التواصل مع اليو ديانج وبلغوه بالقصه دي كلها، واللاعب موافق ومرحب. وحتى الان لم يتم كتابه العقود الجديده. هتتكتب العقود واليو ديانج هيمضي عليها، وهو بقى في مالي يستنوه لما يجي ايا كان. ولكن يعني على اعتاب التجديد لاليو ديانج، هو ده السر بتاع تجديد اليو ديانج مستر ياسين منصور. ولكن حتى الان عزيزي لسه اليو ديانج ما وقعش رسمي التجديد 3 سنوات. تاني موضوع معايا النهارده، مهاجم النادي الاهلي فين؟ طبعا كان المهاجم المرشح رقم 1 يزن النعيمات، ولكن بعد إصابة يزن النعيمات بالرباط الصليبي نادي الأهلي يعني إيه صرف نظر عن الصفقة. خليني أقول لك في الوقت الحالي. يعني إيه يا ديشا في الوقت الحالي؟ يعني ممكن أقول لك بعد لما يتشافى وربنا يشفيه ويعافيه إن شاء الله ويرجع لمستواه تاني النادي الأهلي ممكن يفكر فيه تاني. ليه لأ؟
ولكن في الوقت الحالي النادي الاهلي خلاص يعني صرف نظر عن الصفقه، ولكن مش صرف نهائي، يعني مش خلاص مش يزم مش في حساباتنا نهائي، لا لما ربنا بقى يكرمه ان شاء الله ونبدا ان احنا نشوفه تاني. طيب علشان خاطر كان في الصوره كمان ابراهيم دياباتيه، بابلو صباغ، في اكتر من اسم، وزي ما قلت لك قبل كده كل الاسماء اللي انت سمعتها حقيقيه بالفعل وتم التواصل معها. ولكن النادي الاهلي في الاول خالص لما جاب ابراهيم دياباتيه وكان بيتكلم مع ابراهيم دياباتيه واتكلم مع نادي جايس، الناس كانت ايه؟ ابدت مرونه في الكلام ومرونه في القيمه بتاعت الشراء ومرونه في قيمه البيع والعقد والحكايه، حتى اللاعب نفسه مليون دولار، يعني قشطه، يعني الدنيا جميله تمام. علشان خاطر بقى لما يخش بعد كده يزن النعيمات وبابلو صباغ وتفتح اتصال هنا وتفتح قناه هنا وتفتح مش عارف ايه والكلام ده كله، بدات ان انت تتاخر على اداره جايس في حسم موقف ابراهيم دياباتيه، وده اللي اغضب اداره جايس السويدي. ولكن الناس ما قفلتش الباب، يعني الناس ما قفلتش الباب وقالت لك لا خلاص لا، ولكن مدير الرياضي النهارده كان في مسؤولين من النادي الاهلي على اتصال مع المدير الرياضي لنادي جايس السويدي اللي غالف طلباته وقال لهم بسم الله الرحمن الرحيم 3 مليون دولار. يا عم الحاج ده ما كانش اتفقنا؟ طب نكلم رئيس النادي، والله انا اللي مسؤول وانا كل حاجه معايا، رئيس النادي ملوش علاقه بالقصه دي، انا اللي ماشي في قصه التعاقدات والبيع والشراء والحكايه دي كلها. 3 مليون دولار زائد ان انا ماليش علاقه بالراتب بتاع اللاعب، يعني مش هضغط لك على اللاعب عشان اقول له اتهاون او ماليش فيه، انت منك للاعب. طيب اللاعب كان طالب مليون دولار، ونادي جايز السويسري يا جماعه اداره نادي جايز السويسري شايفه ان كان في يعني ايه، مفيش تقدير شويه من النادي الاهلي كده، اللي هو انت اتاخرت علينا وانت رميتنا. وهي دي القصه دايما اللي بيقع فيها النادي الاهلي، خصوصا في صفقه المهاجم، خصوصا في صفقه المهاجم عزيزي الاهلاوي الجميل. النادي الاهلي دايما بيتاخر في حسم القصه بتاعت صفقه المهاجم دي، زي ما حصل مع اسد الحملاوي. فاكر اسد الحملاوي لما قعد مستنينا كتير 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 وبقى قال لك بس يا عم خلاص بقى انتوا عمالين توعدوا وبتاع وما بتوفوش، سلام عليكم وعليكم السلام انا ماشي، فاهم؟ فنفس القصه بتحصل برضو مع ابراهيم دياباتي. اللاعب كان هياخد مليون دولار ولكن هيعلي الصفقه بتاعته، هيعلي قيمه الراتب بتاعه وحقه عادي بقى. انت اللي يا باشا انا كنت قدامك بمليون دولار، عوزتني كنت جاي لك عادي مفيش مشكله تمام. زائد او بلس بقى زي ما انت عايز تقول، يعني ان اللاعب ما عندوش مشكله يمشي ما يمشيش من النادي، يجي لك ما يجيلكش، انا هو مش جاي حبا فيك. نفهم دي بس يا جماعه، ابراهيم دياباتي مش اهلاوي من صغره، فاهم حاجه؟ اللي هو انا مش هضحي، مش هروح اضغط على اداره النادي عشان تنزل في المقابل المادي بتاعها، لا 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 لا, لا خالص. عايز يا باشا عايزني ادفع، ما انتش عايزني انا قاعد وعادي وعندي عروض تانية ممكن اجي. ده بالنسبه لابراهيم دياباتي يعني. فيا ريت مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن الصفقات في النادي الاهلي والتعاقدات ينجزوا بقى شويه في قصه المهاجم ده، علشان ما نلاقيش ابراهيم دياباتي كمان بخ وبابلو صباغ بخ، وايه نقعد بقى ايه قلب في دفاترك القديمه يا جحا. هات بقى كل واحد كان عنده بقى، احنا كنا في 2001 هنتعاقد مع المهاجم الفلاني يا ترى لسه عايش ولا هو على المعاش ولا ايه؟ ارجع. القصه دي ما بحبهاش، في قصه المهاجم بالذات ما بحبش انا اللخبطه دي، ولكن هي دي سياسه النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ويقدروا ان هم يحسموا صفقه مهاجم كويس، خصوصا ان يستر متمسك ب اللهم صل على سيدنا النبي ابراهيم دياباتيه وبابلو صباغ. الراجل متمسك بواحد فيهم، يعني يا ده بعد خروج يزن النعيمات من الحسابات. على العموم هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. لو نسيت اللايك بفكرك تعمله، ولو عجبك المحتوى بتاعنا يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يوسف بالعمري او يوسف بالعماري او يوسف بالعمري، زي ما انت عايز تقول عليه وزي ما انت عايز تطلق عليه اطلق. يوسف الظهير الايسر لمنتخب المغرب والرجاء البيضاوي المغربي، لاعبا في النادي الاهلي لمده 3 سنوات ونصف. قلت لك في الفيديو بتاع امبارح ان خلاص تم الاتفاق على كل حاجه، ولكن في تفاصيل بقى صغيره. الزبد بقى مين اللي ورا الصفقه؟ مين اللي انهى الصفقه؟ تعال اقول لك. في وكيل مغربي يعني على علاقه طيبه بكابتن محمود الخطيب، هو اللي يعني تقريبا سهل 70% من القصه بتاعت يوسف بالعمري، سواء مع وكيلته سواء مع نادي الرجاء سواء مع يوسف نفسه تمام. ولكن الراجل ما كانش داخلها بيزنس، يعني الراجل مش داخل اللي هو بيزنس وعموله وبتاع، لا الراجل يا باشا حبا في كابتن محمود الخطيب بتجمعه علاقه طيبه بحب بكابتن محمود الخطيب، فكان عايز يخدمه مفيش اي مشكله علشان خاطر يتم
اجراءات كتابه العقد او صياغه العقد بتاع يوسف بالعمري، ولكن في كده في العقد بيتكتب ايه؟ العقد مفعل عند اجتياز الكشف الطبي. يعني يوسف بالعمري ان شاء الله اللاعب يا جماعه مش اساسي في منتخب المغرب، يعني عنده ممكن في الساعات القادمه تبص تلاقي يوسف بالعمري هنا في القاهره يعمل الكشف الطبي، يتم تفعيل العقد، يجي يعمل التقديمه بتاعته عادي، ممكن النادي الاهلي يعلن عنه عادي مفيش اي مشكله، وفي يناير ان شاء الله يتسجل ويلعب، لان انت ما ينفعش تسجله دلوقتي طبعا. تمام، ولكن ممكن تعلن عنه. هل ده هيتم ولا في الامور جديد؟ ولكن بنسبه 99% خلاص يوسف بالعمري لاعبا في صفوف النادي الاهلي، وكل اللي انا بقول لك عليه ده تم كتابته في العقد. الراتب بتاع اللاعب 3 سنوات ونصف مده التعاقد، عند اجتياز الكشف الطبي يصبح العقد مفعل. طبعا استاذ عبد الله شحاته هو اللي مسؤول عن صياغه العقود في النادي الاهلي، واسمع ان هو ممكن يمسك كمان مدير تعاقدات يعني، ويبقى اسامه هلال في لجنه السكاوتنج وخلاص. وعلى العموم ايه اللي هنشوفه يعني في القصه دي مش وقتها، ولكن خلينا في الصفقات بتاعت النادي الاهلي. يمكن الصفقه دي تكون اول صفقه تم حسمها في النادي الاهلي مع طبعا تجديد ديانج، فباذن الله الامور تمشي على ما يرام في صفقه المهاجم. طب حامد حمدان ايه قصته يا ديشا؟ حامد حمدان يا سيدي الفاضل الراجل مش ممانع. طب اليو ديانج عادي يا حامد حمدان فلسطيني وهيجي يتسجل لاعب محلي، فانت مش عايز تمشي اليو ديانج عشان حاجه. المعضله كلها في اشرف داري و جراديشار، والاثنين تقريبا خلاص يعني باي باي، يعني الراجل اعطى الضوء الاخضر ان هم يرحلوا، والراجل كمان عايز حامد حمدان يا جماعه، ولكن مش شرط عشان اجيب حامد حمدان امشي اليو ديانج. انا اليو ديانج كده كده خلاص بقى ليه ادوار تانية عندي، تمام، بستخدم اليو ديانج بديله ادوار اضافيه، تمام، مش شرط يلعب 6 وارتكاز وبتاع، لا خالص. والراجل متمسك باليو ديانج وشايف ان هو ضلع من الاضلاع المهمه في التشكيله بتاعته. هو ممكن عايز حامد حمدان، بيقول لك انا عادي يا عم حامد حمدان، ايه المشكله لما يجي ويلعب سيرد باك؟ عادي، حامد لعبها كتير قبل كده، عادي، ايه المشكله؟ حامد يجي ويلعب مع مروان عطيه، عادي، لعبها كتير، اكيد ليه ماتشاته، اكيد هعوزه، اكيد هحتاجه. ولكن يسترب متمسك جدا بوجود اليو ديانج، ومتمسك ببابلو صباغ او ابراهيم الدياباتيه، وموافق على يوسف بالعمري عادي خالص، مفيش اي مشكله، علشان خاطر نشوف الايام اللي جايه مخبيه لنا ايه. اخر موضوع معانا النهارده، ولو نسيت اللايك اعمله، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. للمره الاولى في تاريخه المنتخب الاردني الى نهائي كاس العرب لمواجهه المنتخب المغربي او العملاق المغربي بقى، خلاص بقى تمام، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، مفيش بطوله بيخشها غير لما يروح النهائي، فاهم، وبياخد البطوله. فما شاء الله يعني على التنظيم والترتيب اللي حصل في الكره المغربيه والكره الاردنيه. الكره الاردنيه طبعا صاحب النهضه الرياضيه او صاحب نهضه كره القدم في الاردن الجنرال رحمه الله عليه محمود الجوهري. حتى هم تلاقيهم لما بيوصلوا لاي بيعملوا اي انجاز في الكوره دايما يترحموا على محمود الجوهري. هو السبب ليه بقى؟ لان اللعيبه كلها اللي بتلعب في منتخب الاردن دلوقتي كل الفضل يرجع لمحمود الجوهري في بناء الاكاديميات وانشاء الاكاديميات اللي خرجت كل اللعيبه دي. محمود الجوهري يا جماعه يعني جنرال، يعني رحمه الله عليه. طبعا منتخب الاردن بيلعب بروح بصراحه يعني حاجه فظيعه. قدر ان هو يتغلب على منتخب السعوديه بهدف من رأسية عرضية حلوة. انا عجبني العرضية يا جماعة، العرضية الاوفر اللي معمول جامد جدا، تمام، علشان خاطر يعني يوصل المنتخب الاردني للنهائي لملاقاة المغرب. بشوفها هتبقى مباراة كونها نهائي، ولكن مباراة قوية، مباراة قوية، وهنشوف فيها مباريات داخل الملعب بقى ما بين لاعيبة وبعضها. هتشوف مباراة ممتعة، هتشوف مباراة يعني تقدر ان انت تقول عليها او تصنفها من احسن المباريات اللي انت ممكن تشوفها في بطولة كاس العرب. المنتخبين عندهم كورة، المنتخبين عندهم روح، المنتخبين اكيد عايزين يتوجوا باللقب، عقبالنا يا رب ان شاء الله، يعني بيبقى عندنا روح بس، تمام. ألف مبروك للمنتخب الأردني الوصول للنهائي، ألف مبروك للمنتخب المغربي الوصول للنهائي. النهارده عندنا ماتش بقى مع نيجيريا، الله أعلم هنعمل فيه إيه، يعني ما علينا، يعني الواحد حاسس إن هو فقد الشغف من ناحية المنتخب يعني، ولكن إن شاء الله ربنا يكرمنا ويساعدنا في بطولة أفريقيا. أخواتي وحبايبي أنا هنا خلصت. لو وصلت للنهاية متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.
إلى أن نلتقي مرة أخرى، لكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.